سيد طاهر قيساري رئيس المكتب الولايي لاتحاد التجار والحرفيين بولاية الأغواط، سمعنا أن 2 جونفي أي غدا يوم الاثنين هو إضراب جماعي للتجار على المستوى الوطني. هل ولاية الأغواط معنية بهذا الإضراب أم أنكم تفندون هذه الإشاعة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أصالة عن نفسي ونيابة عن المنتسبين لاتحاد التجار الحرفيين الجزائريين، أهنئ الشعب الجزائري بحلول سنة 2017. أما فيما يخص الإضراب المزمع شنه يوم 2 من شهر جون في 2017 فإنه لا أساس له من الصحة. هي مجرد إشاعات تخدم مصالح شخصية وسياسية، الهدف منها زعزعة استقرار الجزائر وكذا تغليط المواطن الجزائري. مع الأمانة الوطنية لاتحاد التجار الحرفيين، هل كانت فيها تعليمات توصيات بالنسبة لمختلف الولايات المعنية؟ قمنا باجتماع لكل الأمناء الولائيين. قامت الأمانة الوطنية باجتماع طارئ لكل الأمناء الولائيين، وأخبرونا أن هناك مؤامرة من طرف المعارضين السياسيين أرادوا استغلال أو جعل اتحاد التجار الحرفيين أداة للضغط على السلطة لتحقيق مآرب شخصية وسياسية قبيل الانتخابات التشريعية 2017. شكرا جزيلا. ننتهز الفرصة ونحن مع ما دخلنا يعني سنة 2017 بالنسبة باختصار شديد للإنجازات المحققة من قبل الاتحاد الولايي للتجار الحرفيين خلال سنة 2016 على عجالة. قمنا بعدة إنجازات. قمنا بملتقى وطني في الجزائر العاصمة بلوراسي، حيث طالبنا بإلغاء عقوبة التأخير ل 15 سنة الماضية وكلل بالنجاح، وطالبنا أيضا بإلغاء عقوبات التأخير فيما يخص الكازمونس العمال غير الأجراء، وكذلك أيضا حققنا نجاح كبير في هذا الأمر، وهناك نجاحات عديدة. بالنسبة ولينا هذا المنصب منذ حوالي سنة قمنا بعدة إنجازات والحمد لله، حيث أصبح التاجر يمكنه أن يتقاعد بمبلغ يصل إلى 22 مليون أي 220 ألف دينار جزائري. وطالبنا أيضا بشارع خاص بالصناعة التقليدية فيما يخص الحرفيين، والحمد لله هناك تم الاتفاق على معرض دائم في رحبة زيتون للحرفيين والمصنعين في ميدان الصناعة التقليدية. معنا كذلك السيدة أمال عبد الله رئيسة اتحادية الحرفيين بولاية الأغواط، أكيد المنضوية تحت لواء الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين. سيدتي، بالنسبة للمهام اللي راح يقوم بها الاتحاد بالتنسيق مع الحرفيات، هل يعني نحن يعني في سنة 2017 هل من إضافة يعني قدمها المكتب لفائدة الحرفيات خلال سنة 2016؟ والله السلام عليكم. ننتهز الفرصة باش نهنئ كاع الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير، خصوصا نخص التجار والحرفيين بما أني في هذا القطاع. والله العظيم احنا نظن انا مع المنسق الولائي مع قصر المده اللي راها مسك فيها هذه المهام راح يحاول ويبذل مجهود كبير معناها باش يدير جميع متطلبات التجار والحرفيين، ويحاول يدير اقصى ما عنده معناها باش يوفر لجميع الحرفيين والتجار مطالبهم انشغالاتهم. معناها رانا معاه ورانا نشوفوا معناها ونحاولوا، رانا جايين ومازال نبشروا الحرفيين التجار باللي كاين ياسر جديد في اتحاد التجار للمكتب الولائي اللي يخص مدينة الأغواط، وراح يكون جديد لينفع الحرفي والتاجر في نفس الوقت.